ميركاتو الصيفي ناري سيكون للاعبي المنتخب الوطني هذا الموسم. فبعد انتقال راين ايت نوري إلى مانشستر سيتي في صفقة مميزة جدا، وانتقال براهيم مازا إلى نادي باير ليفركوزن، ستكون هناك متعة كبيرة خلال الموسم القادم برؤية لاعبين مميزين جزائريين ينتقلون إلى أندية لا بأس بها، تمنح لهم فرص لعب أكثر، تمنحهم تطور أكثر، تمنحهم دقائق لعب أكثر في دوريات أفضل من التي يلعبون بها. البداية ستكون بإسماعيل بن ناصر الذي ترجح العديد من التقارير وعلى رأسها لافيولا انتقاله إلى نادي الفيولا فيورنتينا الإيطالي قادما من نادي مارسيليا بعد فترة الإعارة التي قضاها هناك من نادي ميلان. اسماعيل بن ناصر لم ينجح مع نادي مارسيليا في الميركاتو الشتوي بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها، لكن ربما تكون هذه الصفقة مميزة جدا لهذا اللاعب لأنه يعرف أجواء الدوري الإيطالي. أيضا مدربه السابق ستيفانو بيولي هو من طلب التعاقد معه. ستكون صفقة مميزة بالنسبة لإسماعيل بن ناصر من أجل استعادة نفسه بعد الفترة الصعبة التي مر بها بعد الإصابة التي تعرض لها مع نادي ميلان قبل 2.5 من الآن، والتي جعلته يتراجع بشكل كبير بعدما كان من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. صفقة أخرى ستكون بالنسبة للدولي الجزائري لاعب كوبنهاغن الدنماركي أمين شياخة الذي يدخل ضمن اهتمامات نادي إسبانيول برشلونة. الصحفي الإسباني بيدرو ديزاراتي هناك أعضاء من نادي إسبانيول تنقلوا إلى الدنمارك وإلى فريق كوبنهاغن من أجل التعاقد مع هذا اللاعب. المعلومات المتوفرة توحي بأن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. صفقة مميزة جدا لهذا اللاعب في دوري له تنافسية أكبر، دوري يبث عبر أنحاء العالم، وهناك ستكون له فرصة أكبر من أجل الظهور إعلاميا، من أجل الظهور أيضا فنيا وكرويا، خاصة وأن الدوري الدنماركي ليست له تلك الشعبية الكبيرة على الرغم من أن كوبنهاغن يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا. لكن ستكون صفقة مميزة جدا لهذا اللاعب من أجل التطور أكثر ولفت انتباه أكبر الأندية الأوروبية. لاعب دولي جزائري آخر مرشح للانتقال لواحد من أكبر الأندية في البريمير ليج، ونقصد هنا بمانشستر يونايتد. اللاعب هو هشام بوداوي حسب موقع سبورت تيم، فإن هذا اللاعب يدخل ضمن مفكرة هذا النادي من أجل ضمه خلال هذا الميركاتو الصيفي. الصفقة ستكون مميزة للاعب بالنسبة لنادي كبير. صحيح نادي مانشستر يونايتد يمر بفترة صعبة خاصة خلال الموسم المنقضي، لكنها ستكون صفقة مميزة من أجل التطور أكثر، من أجل الاحتكاك بلاعبين آخرين، الخروج إلى دوري متميز، دوري له تنافسية عالية. في حال قيام نادي مانشستر يونايتد باستخدامات نوعية خلال الميركاتو الصيفي ممكن أن يتغير بشكل كبير خلال الموسم المقبل، يعود للمنافسة. ستكون صفقة مميزة لهذا اللاعب الذي أثبت جدارته وأثبت أنه لاعب من الطراز العالي، هو أكبر من نادي نيس، هذا النادي الذي أدى موسم مميز في الدوري الفرنسي، وكان هشام بوداوي من أبرز لاعبيه وأبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الفرنسي. نتمنى أن تتم الصفقة لأنه لاعب متميز جدا ويستحق الانتقال إلى نادي أكبر من نادي نيس. لاعب آخر مرشح للانتقال إلى دوري أفضل، إلى نادي أفضل، وهو حماد عبد الله. هذا اللاعب الذي لم يأخذ فرصته مع المنتخب الوطني لكثرة الإصابات التي دائما ما تواجهه عند بداية كل تربص للمنتخب الوطني. هذا اللاعب المتميز صاحب 25 سنة مرشح للانتقال إلى نادي ليدز يونايتد حسب موقع 11 مونديال. حماد عبد الله مرشح بقوة للانتقال إلى هذا النادي الذي عاد للدوري الإنجليزي الممتاز، دوري يلائم أكثر هذا اللاعب المتميز الذي لديه نظرة مميزة جدا في وسط الميدان، لديه جودة فنية عالية، يستطيع أن يقدم أفضل مما كان مع نادي أونجي الذي دائما ما كان يلعب على السقوط أو إما يسقط إلى الدرجة الثانية. ستكون صفقة مميزة لهذا اللاعب، أيضا سيستفيد منه المنتخب الوطني من خلال دوري تنافسي، دوري أفضل من الدوري الفرنسي الذي لا أقلل من قيمته، ولكن لا يضاهى مع نادي مثل ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة أيضا مع نادي مثل أونجي، هذا النادي الذي لا ينافس لا على الألقاب ولا ينافس على الكأس ولا ينافس على أي شيء أجل المشاركة. ومع نادي مثل هكذا لا يمكن أن تتطور ولا يمكن أن تأخذ فرصة أكبر سواء مع المنتخب الوطني أو تلقى اهتمام من أندية أوروبية كبرى. هناك أيضا لاعب انتقل إلى نادي باناثينايكوس اليوناني، ونقصد هنا بأحمد توبا الذي رسم انتقاله إلى هذا النادي اليوناني المميز. هذا نادي يعني يليق بهذا
اللاعب الذي يعني كانت له عدة محطات، كان له مستوى مميز، كان مرشح للانتقال إلى عدة أندية كبيرة في أوروبا، لا أقول تلك الأندية الكبيرة جدا، ولكن لديه مستوى للعب مع عدة أندية أوروبية يعني تلعب في متوسط جدول الترتيب، لكن مع الأسف لم تمنح له الفرصة للانتقال لدوري مثل الإيطالي أو الإنجليزي أو الإسباني أو حتى الألماني. انتقل إلى هذا الدوري، هذا النادي الذي لديه باع في كرة القدم، معروف أوروبيا، ستكون له مشاركة أوروبية الموسم المقبل في حال تأهل من دوري الملحق. هناك أيضا ستكون لديه فرصة من أجل العودة للمنتخب الوطني في حال قدم مستويات مميزة في ظل المستوى الكارثي للخط الخلفي للمنتخب الوطني، وخاصة في قلب الدفاع ثنائية ماندي وبن سبعين التي لم تؤتي ثمارها لحد الآن وتواصل في صنع الكوارث في الخط الخلفي للمنتخب الوطني. نتمنى أن يقدم مستويات مميزة مع هذا النادي. هناك صفقة أخرى وهو لاعب في البطولة الوطنية، من المرجح أن ينتقل إلى دوري مميز، لكن أغلب التقارير أغلب الترشيحات توحي بأنه سينتقل إلى نادي الدحيل القطري، لكن لما لا صنع المفاجأة والانتقال إلى نادي أوروبي؟ المعطيات تشير بأن عادل بولبينا سينتقل إلى نادي الدحيل، لكن هناك مفاوضات، وهناك كان قد أتى كشافو نادي هال سيتي الإنجليزي إلى هنا للجزائر في أفريل الماضي من أجل معاينة هذا اللاعب. هذا النادي الذي لديه تاريخه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلعب الآن في الشامبيونشيب، يعني ضمن البقاء رسميا خلال الموسم المنقضي، سيلعب الموسم المقبل في حال استخدام لاعبين من طينة ربما بولبينا، عودة اللاعب الدولي الجزائري الآخر الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي، ونقصد هنا ببشير بلومي نجل الأسطورة الأخضر بلومي الذي قد كان تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أبعدته عن الميادين لفترة طويلة، رغم أنه كان قد قدم موسم ومباريات مميزة مع هذا الفريق. نتمنى الأفضل لعادل بولبينا، هذا اللاعب الهداف المتميز الذي أثبت جدارته في البطولة الوطنية، هداف البطولة الوطنية. أندية كثيرة ترغب في ضمه لصفوفها خلال الميركاتو الصيفي الحالي وتحسبا للموسم المقبل، لكن أغلب المعطيات تشير إلى أنه سينتقل إلى نادي الدحيل القطري تحت قيادة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي. نتمنى لهؤلاء اللاعبين التوفيق، نتمنى أن تتم هذه الصفقات إلى هذه النوادي، لما لا أندية أفضل من هذه النوادي التي ذكرتها هنا، ربما تستجد المعطيات مع قادم الأيام، نتمنى لهم التوفيق. الأهم أن هناك كانت صفقات مميزة خلال هذا الميركاتو الصيفي، هناك أيت نوري إلى نادي مانشستر سيتي، وهناك إبراهيم مازا الذي سيلعب مع باير ليفركوزن، وسيلعبان كلاهما في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى للاعبين الآخرين أن ينتقلوا إلى أندية أفضل، لأن المنتخب الوطني في حاجة إليهم، سواء من ناحيتهم من ناحية صناعة مجدهم الرياضي الكروي. نعلم أن الأموال تلعب دور كبير الآن في كرة القدم، الدوري السعودي يعني يستقطب أغلب اللاعبين المتميزين في الدوريات الأوروبية. لهؤلاء اللاعبين ألا تغريهم أموال الخليج، لأنهم لا زالوا لاعبين شباب لديهم فرصة من أجل التطور أكثر. الأموال لن تذهب بعيدا، دوك جوليات تقولوا لك تمسخر بينا، بصح معليش احنا نحتاجهم كرويا. الأموال تجي مع الوقت، أموال مهمة جدا، ولكن التاريخ الرياضي أيضا له دوره، ولن تنساك كرة القدم إذا كنت لاعبا مميزا، ستأتيك الأموال عاجلا أم آجلا، لكن إذا فاتك القطار وفاتك مشوارك الرياضي لن تتقدم أبدا. نتمنى لهم جميعا التوفيق. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك من أجل مواصلة تقديم المحتوى. شكرا لكم على هذه المتابعة، السلام عليكم.